السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله تكونوا على طول بخير وصحة وعافية دائما. برحب المتابعين على قناة طيب الشام ويسعد كل أوقاتكم. يا الجو الشوب صار بدها حلويات باردة. رح نحضر مع بعض تشيز كيك بالليمون، وصفة سهلة وسلسة وكتير طيبة. تابعوني وشوفوا الطريقة. يا سلام، شايفين الطبقات؟ شهي القلب. لاحظوا قوامها شو متماسك. بيلزمني للوصفة بدي جبنة كيري، جبنة كريمي. أنا حطيت كيري وكمان ضفت نوع جبنة تاني أنا كتير بفضله بالبيت، وعندي زبدة. أنا حطيت هذا النوع، فيكم تضيفوا أي نوع أنتوا بتحبوه أو متوفر عندكم. وبدنا كريمة شانتيه. لتحضير الطبقة الأولى من التشيز كيك بدي بسكويت وزبدة ومعلقتين كبار عصير بردقان. بالنسبة للبسكويت النوع اللي أنتوا بتحبوه فيكم تضيفوه أو المتوفر عندكم. هلأ رح ضيف البسكويت على الخلاط. بدي اضربهم ضرب ناعم تقريبا بدي اياه مثل رمل البحر مثل ما كنا ملاحظين، او مبرغل مثل ما بنقول. هلا رح ضيف الزبده. كتير نكهتها طيبه هاي الزبده وكتير مميزه، انا بستعملها وبتعجبني كتير وسعرها معقول. تقريبا حطيت نص كوب، ضربتهم كمان على الخلاط مثل ما كنتم شايفين لحتى تغلفت حبيبات البسكويت كلها بالزبده. هلا رح ضيف عصير البردقان وحركهم تحريكه بسيطه بهذا الشكل كمان حتى تتغلف كل الحبيبات، وبيعطيني نكهه كتير طيبه البردقان. هلا هون غلفت القالب كله بورق الزبده مشان حتى يسهل علي وقت الشكل النهائي فك القالب بسهوله. هلا رح ضيف البسكويت اللي ضربتهم على الخلاط. كتير الريحه حلوه والنكهه كتير بتشهي القلب، يعني حتى هنن وهيك كتير الطعمه طيبه. هلا رح اضغط عليهم بكعب المعلقه، ممكن تستخدموا كاسه او اي شيء تاني حتى يصير سطح املس هيك بهذا الشكل. وكمان ديري بالك على الحواف، لازم تكون الحواف كلياتها شكل واحد، يعني اخذي نفس الارتفاع. شايفين هيك بده يكون الشكل. هلا حطه بالبراد ونبلش بالطبقه. هلا للطبقه الاولى عندي ظرفين كريمه شانتيه وثلاث ارباع الكوب حليب. الحليب ضروري يكون بارد، بيعطيكي نتيجه افضل. وانا مثل ما كنتم شايفين انا ما حطيت كتير حليب، يعني خففت شوي من نسبه الحليب لحتى تعطيني سماكه ويكون الكريمه عندي جامده. حطيتهم بهذا الابريق. بنصحكم يكون بكل بيت يكون موجود هذا الابريق، وفر علينا كتير طرطشه حليب وطرطشه كريمه. شايفين ما احلى. هلا هيك بعد ما ضربتهم ولا عبينا المطبخ ولا عذبنا حالنا. شوفوا القوام ما احلى. شايفين. هلا على البراد رغطيهم حطهم بالبراد. نسبة الحليب لأنها قليلة عطتني هاي النتيجة. أفضل ما يكون الحليب أكتر وتطلع سائلة، تطلع الكريمة سائلة. هلا ححطهم بالبراد مشان نحضر الطبقة اللي بعد. هلا عندي هون جبنة الكريمي اللي قلت لكم عليها. مثل ما قلت لكم أي نوع جبنة كريمي خفيفة ملح، ما فيها ملوحة كتير، فيكم تضيفوها. هي أنا بستعملها بالعادة وكتير طيبة. ورح هلا أضيف جبنة الكيري، وفيكم تحطوها كلها كمان جبنة كريمي كمان بصير جبنة كيري. هلا رح اضيف لهم نص كوب سكر بودرة.
ضروري يكون سكر بودرة. سكر حبيبات بعزبك ما بيمشي الحال. كمان مشان يتجانس الخليط عندك ويطلع ناعم، ما يكون في حبيبات او مبرغل مثل ما بنقول. رح اخلطهم منيح لحتى يتغلف كله بالسكر. كل الكريمة كل الجبنة اللي عندي تتغلف بالسكر. هلا هيك صار القوام عندي. لا تقلقوا تلاقوا القوام طري. هلا بدنا نضيفهم فوق الكريمة. الكريمة طالعتها من البراد مشان نحط الجبنة فوق. هاي الجبنة هلا رد بتتماسك ما بتخوف، ما تقلقوا لما تشوفوها هيك طرية. هلا هون بدي اضيف الجيليه. عندي معلقتين جيليه كبار. انا حطيت بس معلقتين من الظرف، ما حطيته كله، لذلك هحط له نص الكمية مي سخنة اكيد. احركهم لحتى يدوبوا على الاخر. حتى يدوبوا لازم يكون دايبين مثل ما كنتم شايفين. هلا حطيت لهم مي باردة. الجيليه عندي بنكهة الليمون مشان يكون كله نفس النكهة. كمان هلا بعد ما بردوا شوي حطيت لهم مي باردة، وهلا رح اضيفهم فوق الكريمة والجبنة اللي حطيناهم مع بعض. كمان رح اضربهم منيح على الخلاط لحتى يتجانسوا كلهم يصيروا قوام واحد. شايفين ما احلاهم؟ هلا حركتهم لانه اللي بكعب البريق ما بيكونوا محركين منيح. رح احركهم ورد اضربهم ضربة خفيفة على الخلاط مشان يصير القوام كله روح واحدة. شوفوا ما احلاها بتشهي القلب. هلا هون بعد ما طلعت القالب من البراد وتماسكت عندي الطبقة الأولانية، رح أضيف الطبقة الثانية اللي هي كريمة والجبنة والجيليه. الجيليه ضروري كتير لأنه إذا ما حطيتي جيليه ما بيتماسك، ما بتتماسك طبقة الكريمة، رح تضل معك طرية وتغلبك وقت التقديم. بهالمرحلة ما فينا نقول اختياري، لا لازم يكون في جيليه. هلا هون بعد ما وزعت الكريمة ورتبتها بهذا الشكل وصار السطح أملس عندي. كمان رح رجعها على البراد. وهلا بدنا نحضر الطبقة الثالثة. هلا الطبقة الثالثة عندي كوب عصير ليمون مصفيته منيح، مصفيته من الحبيبات منيح. 3/4 الكوب سكر، ومعلقة كبيرة نشا. هلا ممكن تحتاجي نشا، معلش فيكي تحطيه بس بدك تذوبي النشا بمعلقة مي باردة ما بقى ينضاف. هلا هون انا رح احركهم على البارد منيح منيح. رح احركهم على البارد لانه اذا ما حركتهم على البارد هون رح يطلع عندي هيك تكتلات نحن ما بدنا اياها، لانه بيجي منظرها ما له حلو وقت بدنا نسكبها فوق التشيز كيك. هلا رفعتهم على النار، بدي اطبخهم اطليهم شو ما بدكم في الغلاية هاي الصغيرة. شوفوا كيف لما غلى عندي القوام متماسك مثل العسل شكله. هلا بعد ما برد الليمون عندي رح اسكبه فوق الكريمة. شوفوا لي على هالقوام اللي بياخد العقل، لا حبيبات لا تكتلات ولا في شي، مثل العسل. شايفين؟ ولا ابدا. مثل ما قلت لكم اذا لقيتوهم شوي طرايا المزيج فيكم تضيفوا لهم نشا، مو هلا هن عم يغلوا. هلا بقى وصلنا لمرحلة التزيين. انا عندي هذا النعناع على البلكون، بدي اخد بس مثل ما تكونوا شايفين الجزء العلوي من النعناع. ما شاء الله ريحة بتاخد العقل، مو شايفين منظرهم بشهي القلب. قطفت الروز كلها، شايفين ما احلى الهوا رح يطيرهم من ايدي. هلا بدنا نفك القالب ونشوف نتيجة اللي وصلنا لها. يا اسم الله. رح ورق الزبدة كله فك عنا. شايفين ابدا مثل ما هو، ولا مغير شكله ولا شيء. وفرت علينا كتير عذاب هالورقة الزبدة.
هلا رح احطهم بهاد جاط التقديم، انتم فيكم تقدموها على ذوقكم مثل ما انتم بتحبوه، بس انا حبيت اقدمه بهذا الشكل هون. رح انقله لهون، هنقل القالب لهون. أطيب تشيز كيك من إيدين تيتا فلك، أحلى روحة مطاعم الشام. هيك وصلنا لنهاية الوصفة، بتمنى تنال إعجابكم. إذا عجبتكم لا تنسوا لي من صالح دعائكم واللايك والشير والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بأمان الله والسلام عليكم.